واش باقي كاين شي حد في 2025 كيتيق باللي ضغطة زر في التليفون غادي ترجعو لاباس عليه؟ واش السيبة واصلة لهاد الدرجة أننا نعطيو رزقنا لواحد مجهول الهوية ونعسو على جنب الراحة؟ السلام عليكم ورحمة الله. أنا أحمد ياسين، وهذه قناة إيفوفيت ريل تولك. الموضوع ديال اليوم كيضر في الخاطر. غادي نهضروا نيشان وبلا زواق على هاد الفضيحة ديال تطبيق سماغ واللي بحالو. اسمعني مزيان، راه الحياة ما كتعطيش الهدايا من الفراغ. هاد السيبة اللي ولات في الانترنت ديال دير جام ولا تفرج في فيديو وربح الملايين، راه مجرد قمار مغلف بسمية الاستثمار. راه الفلوس اللي ما كيكونش من وراها مجهود حقيقي، عرق وعقل خدام، عرفها غادا تمشي كيف ما جات. هاد الشركات الوهمية كيدرسوا الطمع اللي في بنادم، وكيعرفوا باللي بزاف فينا باغيين يوصلوا بلا ما يضربوا حتى تمارة، وهذه هي الثغرة اللي كيدخلوا لكم منها. كتلقى الواحد كيكافح ليل ونهار باش يجمع درهم على درهم، وفي الاخر كيمشي يحطهم بكل سهولة في منصة ما عندها لا مكتب في الزنقة، لا ترخيص من الدولة، لا وجود قانوني. واش حيت واحد في يوتيوب ولا تيك توك صور ليك رزماد الفلوس صافي غادا تمشي تلوح رزقك؟ راه خاصنا نعيقوا شوية. راه العالم الافتراضي فيه الدياب، وإلا ما كنتيش حريص على رزقك راه حتى حد ما غادي يحميك. والقانون راه ما كيحميش اللي ما كيتحراش الحقيقة قبل ما يغامر بفلوسه. إلا عندك شي بركة وبغيتي تكبرها، فكر في شي حاجة اللي تقدر تقيسها بيدك. شري سلعة وبيعها، دخل في مشروع مع ناس كتعرفهم وعندهم وجود حقيقي، أو تعلم حرفة اللي تخرج منها الذهب. راه الاستثمار هو الصبر والمعقول. أما هاد المواقع اللي كتبان اليوم وتغبر غدا، راها بحال شي بالونة، المنظر ديالها زوين ولكن دغيا كتطرطق. اللي كيقلب على الربح السريع راه غالبا كيقلب على الخسارة السريعة. دابا اللي وقع وسماق مشات وبزاف الناس تصيدوا، ولكن المشكل هو غدا غادي تخرج منصة أخرى بسمية جديدة وغادي تعاود نفس الفيلم. نصيحتي لكم، سدوا هاد الباب مرة. أي حاجة فيها حط الفلوس باش تخدم ولا ربح يومي ثابت، بلوكيها من حياتك. رزقك هو عرقك، حافظ عليه وما تعطيش الفرصة للنصابة يضحكوا عليك. وقبل ما نسالي بغيت نسولكم، واش كتعرفوا شي حد قريب ليكم طاح في هاد الفخ ديال سماق؟ ولا واش فايت ليكم تعرضتوا لشي محاولة نصب بحال هادي؟ شاركوا معنا قصصكم في التعليقات باش الكل يستافد وتكون عبرة لغيرنا. وكنعتذر إلا كنت قاصح شوية في هاد الفيديو، راه غير حيت ملي كنشوف الناس كيمشي ليها رزقها بل الملايين ضاعوا قلبي كيتحرق عليهم. كاين اللي مسكين مرض بسبب هاد النصب، وكاين اللي قدر الله يحفظ يحماق ولا يركبوا السكار بالفقايس على رزقه اللي طار. الوعي ضروري يا خوتي، وهو اللي غادي يمنع هاد النصابة باش ما يضحكوش علينا مرة أخرى. شكرا بزاف على المشاهدة، الله يعوض كل واحد تضرر بشي حاجة أحسن، والله يحفظكم ويحفظ صحتكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء والعائلة باش يوعاو بهذا الشيء. وفي أمان الله.